في إحساس أراه زاده التحنان في أبتغي حضن يتيم طاهر الروح نقيا. في إحساس أراه زاده التحنان في أبتغي حضن يتيم طاهر الروح نقيا، كي يحيل ظلمة القلب بإحساسه ضيا، كي أرى غابات أيامي بأضلاعه فيا، كي يروي خافقي من طهر أعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. يقوم إخوانكم في جمعية سفير الخيرية بتجهيز حصص من اللباس الشتوي لتوزيعه في أحد مخيمات مدينة الباب في ريف حلب الشمالي على 110 أطفال إن شاء الله، وذلك بتاريخ اليوم 1 شباط لعام 2023. جزا الله خيرا كل من ساهم في هذه المساعدات، وبارك الله بكم. حضن أطفال اليتامى يترك الوجدان حيا، يملأ القلب حنانا دافقا دفئا نديا، بين أرواح اليتامى يسكن الحب نقيا، قد حباهم ربنا نبضا بريئا أريحيا، نشعر الإحساس فيهم صافيا عذبا زكيا. ضمني طفلي مليا ضمني أكثر هيا، ما حوى اليتم انتقاصا ظاهريا أو خفيا، ليس فيه أي بأس إنما اليتم عطية، ما حوى اليتم انتقاصا ظاهريا أو خفيا، ليس فيه أي بأس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قام إخوانكم في جمعية السفير الخيرية بتوزيع اللباس الشتوي على أطفال مخيم ترحين في ريف مدينة الباب في الشمال السوري المحرر، عدد 110، ونحن اليوم بتاريخ 1 شباط لعام 2023. وجزا الله خيرا كل من قام بهذا المشروع وساهم به، وبارك الله بكم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. أي بأس إنما اليتم عطية، واسألوا التاريخ تلقوا فيه إثباتا جليا، كم عظيم رغم يتم كان بالمجد حفيا، كابن حنبل وابن باز عانق الأفق عليا، والذي يسعى بنا كي نبلغ الجنة